مفيش حد فينا ضامن النتيجة على طريق هو مشيه، على سكة هو قرر يروح لها، على فعل هو عمله، أو على علاقة هو دخلها. محدش فينا بيبقى ضامن النتيجة. المعادلة بتبقى صعبة، خوف وقلق وتوتر، حتى لو انت كنت شاطر، حتى لو انت كنت عارف انت بتعمل ايه كويس قوي. بس في الآخر احنا دايما بنخاف، بنحاول نبذل أقصى مجهود، بنحاول ندي للحاجة دي أكتر حاجة عندنا، بس في الآخر النتيجة دي بتاعت ربنا. لا قدر الله لو النتيجة ما عجبتكش، أو العلاقة في الآخر دي انت اترفضت منها، بنتصدم لأن احنا حطينا توقعات ان الحاجة دي خلاص بقت بتاعتي، وأنا حطيت الإحساس ده. الصدمة في الأول مش بتفوق، واللي يقولك كده يبقى كذاب. الصدمة بتوجع وبتقلب وبتخليك تتألم وبتخليك تقعد تعمل دينايل، إنكار كتير قوي. يا ريتني كنت عملت كده، يا ريتني كنت سويت كده. بس بعد فترة الصدمة دي بتفوقك. المفروض إنه أي تجربة احنا بنخشها بتدينا نضج. فلو أنا طلعت من علاقة، من شغل، من حاجة أنا اترفضت فيها بمجرد إن أنا بس عندي معرفة أو خبرة ومحققتش النضج، فأنا ما عملتش حاجة، هرجع غلط نفس الغلط تاني. فبالتالي علشان أوصل للنضج أو أوصل إن دماغي تشتغل، أنا لازم أقيم الحاجة اللي أنا كنت فيها، أعمل لها تقييم كامل. يعني إيه؟ أعرف أنا غلطت في إيه، قدمت إيه زيادة، كان المفروض ما أعملش إيه، من غير جلد ذات. أنا بحط تقييم للحاجة وأكني برا نفسي. لما يحصل تقييم هترجع تاني تخش في تجارب، وهترجع تاني تعمل حاجات. ممكن وارد جدا يحصل رفض ويحصل فشل، بس مش هيحصل فشل ولا خطأ بنفس الخطأ اللي حصل قبل كده. وهكذا هتلاقي نفسك بدأت يبقى عندك خبرة كبيرة جدا، ويبقى عندك نضج كبير جدا. واعرف كده انك طول ما انت مسلم امرك لله سبحانه وتعالى، وطول ما انت راضي عن الحاجة اللي انت بتعملها ومتقبل نفسك جدا ايا كانت، ومش بتقاوم مشاعرك ولا بتحكم عليها ولا بتفسرها، فانت ماشي على التراك الصح. غير كده فانت بتخسر، ومحدش بيخسر غير نفسه. علاقات بتتعوض، شغل بيتعوض، ناس بتتعوض، لكن في الاخر وفي الاول اللي هيفضل معاك لحد الاخر هو انت. فقرر انك ما تخسروش، ولا تيجي عليه ولا تجلده، لأنه طبيعي، وأن الخسارة مش بتبقى نهاية الدنيا. والرفض لو أنا ركزت معاه، صدقني أنا ما بكسبش حاجة غير أن أنا بحط كل تركيزي إزاي أرضي الناس اللي رفضاني دي، أو إزاي أغير الطريقة عشان الناس دي تتقبلني، وبنسى جوهري الأساسي، أو أن أنا أعيش بطبيعتي أكتر.